فانت خليكي متاكده ان الجمال مش دي القصه خالص، انما القصه في ايه بقى. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن حال. النهارده انا عايزه اتكلم عن الثقه بالنفس. يعني ده موضوع يمكن احنا بنسمعه كتير، بيتعمل عليه فيديوز كتير قوي، بنقعد حتى نتكلم ما بيننا وبين نفسنا وما بين صحابنا، اللي هو انا مش حاسه ان انا واثقه في نفسي كفايه، وحاسه ان عدم ثقتي في نفسي ده مأثر على علاقتي بالناس، مأثر على علاقتي بكل اللي حواليا، صحابي، اهلي، كل الناس. فمش عارفه اعمل ايه. وبيظهر بقى في نظره العين حرفيا. عدم الثقه بالنفس بيظهر في نظره العين بطريقه غريبه. وبيظهر في ايه كمان؟ بيظهر بقى في لغه الجسد، في الصوت، في الهيئه وانت قاعده، في كل حاجه. فبجد مش احسن حاجه خالص خالص، يعني ان احنا نكون قاعدين وسط جروب، او قاعدين في ميتنج مثلا، او قاعدين في كليه، في كورس، في درس، في اي حاجه، واحنا حاسين ان احنا مش واثقين في نفسنا، قاعدين كده ممكن ماشيين على نفسنا. فالثقه بالنفس موضوع مهم جدا جدا، لازم. انا بصراحه ببقى شايفه ان لازم اي بنت يبقى عندها. ليه؟ عشان يعني انا بحس ان الثقه بالنفس دي مفتاح النجاح. من ناحيه ايه؟ في بنات كتير قوي بتبقى مثلا قاعده، وهي قاعده بتفكر مع نفسها، اللي هو انا مش عارفه اعمل اي حاجه، انا مش عارفه يعني اسلك مع الناس، او مش عارفه، مكسوفه اطلع قدام الناس، او فاهمين قصدي ايه؟ اللي هو يعني بتوقف كل حاجه في حياتها حرفيا، بسبب ان هي مش قادره تواجه نظره الناس ليها مثلا. ده اللي انا اقصده بالظبط. اول حاجه هي body language، انك تبقي قاعده فارده ظهرك. طبعا الكلام ده انا عارفه انكم ممكن تكونوا تسمعوه كتير، بس حرفيا دي يا جماعه حقيقه، يعني حقيقه جامده جدا. الناس اللي قدامك لما بتشوفك ماشيه ازاي، بتتكلمي ازاي، وظهرك مفروض ازاي، مش قاعده عامله مثلا كده، او لا، يعني انت قاعده عامله ازاي، بتمشي ازاي، بتعاملي الناس ازاي. الناس بتبقى شايفاكي بطريقه تانية غير اللي انت عليها. رغم ان انت مثلا ممكن تكوني في ثانيه حاولتي الموضوع، لو انت في ثانيه قاعده مش مستريحه، قاعده عامله كده، في ثانيه خلاص ادركتي الموضوع، فرقتي ظهرك وعرفتي تعملي ايه بالظبط. ثانيه التحول دي الناس بتشوفك بطريقه تانية خالص. تاني حاجه هي نبره الصوت. طب ماشي، ماشيه وكده تمام، خلاص انا عارفه وعارفه الموضوع ده بيأثر قد ايه. طب نبره الصوت هل بتأثر؟ بتأثر يا جماعه بطريقه كبيره جدا. يعني انت مثلا لو اتكلمتي صوت واطي، اللي هو يا جماعه ممكن لو سمحتوا تعملوا لي كذا كذا ومش عارفه ايه وكده، طبعا ده بيدي صوره مش احسن حاجه خالص. بس في المقابل لو وضحتي نبره صوتك، مخارج حروفك بالظبط واضحه هي عايزه ايه، ده برضو بيفرق جدا. وتون الصوت، يعني وانت قاعده في جروب مش تعلي صوتك قوي وتبقي دوشه وضوضاء طول الوقت وكده، ولا انت قاعده واطيه صوتك واطي خالص، مش الناس مش سامعاه اصلا. لا، يعني على حسب انت المكان اللي انت فيه. انت لو جروب صحاب و... وهم عدد كبير في دوشه وزحمه، وانت مطالب منك انك تعلي صوتك لتون معين، اعملي كده طبعا. انما لو مش تبقي قاعده مثلا انت وصاحبتك اتنين بس قاعدين في مكان، والدنيا هاديه قوي حواليك، وانت معليه صوتك قوي، لا طبعا هي مش كده. يعني على حسب الحاجه اللي انت فيها تبداي تتصرفي بناء على ده. تالت حاجة وهي إنك تخرجي من منطقة الراحة، بمعنى إنك ما تفضليش طول الوقت قاعدة آم، في أوضتك مثلا، أو الحاجات اللي بتعمليها كل يوم هي سواء بتصحي تروحي دروسك، أو بتروحي الكلية مثلا، أو بعد كده تروحي تمرين، تروحي حاجة شبه كده كل يوم هو. ده مش بيبني ثقة بالنفس أبدا أبدا، ولا أي حاجة. بتحسي إن انتي حرفيا زي ما انتي، ما بتتحركيش، ما بتحسنيش. بالعكس، ثقتك في نفسك بتقل مش بتزيد، عشان انتي كل يوم ماشية على الروتين هو مفيش أي تغيير. فبتحسي إن انتي ما بتعمليش إنجاز. فعدم إحساسك باللي هو أنا مش بعمل إنجاز، ده بيقلل الثقة بالنفس كتير قوي. حاجة تانية برضو إنك تكتبي إنجازاتك. الكتابة بالنسبة لي هي حل كل حاجة الصراحة. يعني أنا ممكن أكون قلت ده كتير، بس بجد بجد الكتابة بتحل حاجات كتير قوي، هي ما بوظتهاش زي ما بيقولوا كده. فعلا. يعني انا مثلا من اول ما عرفت ان انا لازم اكتب، وانا مثلا مخلصه 5 اجندات كبار، اللي هو حجمهم لذيذ يعني. ليه بقى الكتابه مهمه؟ عشان يعني احنا ساعات كتير قوي بننسى احنا هيئتنا ايه، مش هيئتنا اللي هي بره، لا انا اقصد اقول هيئتنا اللي هو احنا بنظهر ازاي. فاهمين قصدي ايه؟ يعني مثلا احنا ساعات بنيجي نقعد في لحظه كده، بنبقى عارفين احنا مشكلتنا كذا وكذا وكذا وكذا، بس ساعات بننسى بقى. يعني ساعات لما خلاص بتبقى نفسيتنا تمام وتمام وكل حاجه تمام، فاحنا بننسى ايه المشكله. فانا بالنسبه لي مهم جدا جدا انك تكتبي كل حاجه، تكتبي عيوبك ومميزاتك في ليست كده طويله. تكتبي ده لوحده وده لوحده، وتعرفي قد ايه ان الموضوع ده مهم جدا جدا. يعني بجد اكتبي كل تفصيله صغيره. لو عيب صغير قوي 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 اكتبي، عيب كبير اكتبي، كل حاجه حرفيا يعني. ده بيساعد انك تعرفي بالظبط ايه عيوبك ومميزاتك، وتبداي تشتغلي عليها. لو جالك اي نقد من اي حد، حطيه في الاعتبار، بس من غير ما يأثر عليكي. فاهمين قصدي؟
يعني مش كويس ابدا ان احنا نسمع نقد من كل الناس ونبقى ناخد كل نقد باعتبار ان هو بقى حاجه شخصيه قوي وان هي تاثر فيا قوي. لا انا مش بقول كده، بس ساعات كده مثلا بيبقى ناس بيحبونا قوي بجد، اهلنا او صحابنا او كده، يجوا مثلا يقولوا لنا حاجه معينه مش لذيذه فينا، فبدل ما تصيحي بقى وتقولي لهم لا ازاي انا مش كده انا مش عارفه ايه كده، لا خدي ده في الاعتبار. طالما الحاجه دي اتقالت لك من حد صادق فعلا قريب منك، يبقى هي بنسبه كبيره قوي ممكن تبقى صح. فانت خدي ده في الاعتبار واكتبيه، اكتبي كل حاجه بتيجي في دماغك، حتى لو انت عيب اصلا مكسوفه منه او محرجه منه اكتبيه، مش وحش ابدا، وتكون دي حاجه خاصه بيكي انت طبعا، مش اي حد هيشوفها. انتوا عارفين انا ساعات لما بكتب حاجه من غير اصلا ما اشتغل عليها، مجرد ما انا كتبتها بحس ان نص المشكله اتحلت. ليه؟ لان انا بحس ان عقلي يبدأ بقى يبعت إشارات لجسمي، اللي هو مثلًا أنا صوتي واطي مثلًا أو صوتي تون صوتي مش عاجبني، فأنا مجرد ما باكتب أو أدركت المشكلة دي أو أنا قصدي أقول إن أنا وصلت للمشكلة دي، ساعات إحنا أصلًا ما بنعرفش إن إحنا نوصل للمشكلة بسهولة، فمجرد إن أنا أدركت المشكلة دي وكتبتها، باحس حرفيًا نسبة 50% منها اتحلت، سبحان الله لوحده كده. زي ما قُلت لكم باحس إن العقل بيبعت إشارات للجسم، مش عارفة هو ممكن تكون مش حاجة علمية أوي اللي أنا باقولها دي، بس أنا باحس اللي هو إيه، كأن عقلِك بيقول لجسمِك على فكرة هي متضايقة من تون صوتها فابدئي ضبّطيه، بيقول لجسمي كده. ففعلًا سبحان الله باحس إن تون صوتي اتضبّط بعديها كتير، رغم إن أنا مثلًا ممكن ما أكونش اتدرّبت كتير أو ممكن ما أكونش ركّزت على الموضوع ده كتير. حاجة تانية برضه اعرفي إن الكمال مش هدف أبدًا، أبدًا لينا في الرحلة دي، يعني أنا مش باعمل كل ده عشان أوصل ل100% ثقة بالنفس، مستحيل. باحس إن الثقة بالنفس دي مستحيل توصل ل100%. إحنا أوقات كتير بنيجي على مدار الشهر مثلًا بنحس إن ثقتنا بنفسنا قلّت شوية، شكلنا مش أحسن حاجة، كل الكلام ده، فبجد مستحيل إن إحنا نوصل ل100%، بس إحنا ممكن نحسّن النسبة أحسن بكتير أوي عن الأول ما كنا عليه. حاجة تانية برضه باحسّها مهمة أوي، في ساعات بنات بيبقوا مثلًا مش واثقين في نفسهم في حتّة الشكل أوي، يعني أنا مش عارفة مناخيري عاملة إزاي، حواجبي عاملة إزاي، جسمي مش أحسن حاجة، شكلي مش عارفة إيه، كل الكلام ده يا جماعة بجد غلط جدًا، جدًا. ليه؟ لإن بكل بساطة ما حدش بيركّز زي ما إحنا بنركّز مع نفسنا، فاهمين قصدي؟ يعني ما حدش مثلًا هيبُص عليكِ كده وحرفيًا يبُص على كل ملمح فيكِ ويقول دي عاملة إزاي، دي لأ دي لذيذة، دي مش لذيذة، ما فيش حد بيعمل كده. سبحان الله ربنا بيبقى خالق كل بنت ليها يعني مميزاتها وليها الحاجة اللي بتحلّيها. في ناس مثلًا بتبقى متضايقة إن خدودهم كبيرة أوي، رغم إن أنتِ لو جيتِ بصيتِ أنتِ خدودِك تحفة عليكِ كده، بس لو جبتِ الخدود الكبيرة دي حطيتيها على بنت تانية ممكن تكون مش أحسن حاجة فيها. فاهمين قصدي إيه؟ يعني أنا أقصد أقول إن كل حاجة أنتِ حاساها مش أحسن حاجة أو مش علامة من علامات الجمال، هي بتبقى حلوة عشان هي عليكِ أنتِ. طبعًا أنتم فاهمين قصدي يعني. يعني مثلًا أنا عمري ما بصيت لبنت وقُلت عليها وحشة، والله بجد، يعني أنا مش فاكرة ولا مرّة بيني وبين نفسي اللي هو ما شاء الله باشوف إن كل البنات فعلًا بلا استثناء ليهم الحاجة اللي مميزاهم بجد. فأنتِ خليكِ متأكدة إن الجمال مش دي القصة خالص، إنما القصة في إيه بقى؟ القصة إن أنتِ تكوني مش مهتمية بنفسِك أو مش ظاهرة الموضوع ده، فاهمين قصدي؟ يعني إن أنا أكون مش بالبس كويس، إن أنا أكون مش مخلية شكلي أحسن حاجة، مش أحسن حاجة اللي هو واو لأ، أنا أقصد أقول إن مش أحسن حاجة نقدر نوصل لها في نفسنا، مش من ناحية الجمال، بس أنا أقصد أقول من ناحية الهندمة زي ما بيقولوا كده، اللبس يكون مهندم بطريقة كويسة، إن تكون كل حاجة متليقة على بعض بطريقة لذيذة. الaccessories مثلًا، يعني أنتم عارفين أنا مثلًا مامتي بتبقى معترضة جدًا إن أنا باجيب إكسسوارات كتير أوي، فباقعد أقول لها: "يا ماما ده استثمار." حرفيًا يعني أنا باستثمر فلوسي في الإكسسوارات. ساعات بتبقى ماشي غالية شوية، بتبقى في حاجة أولى، بس أنا باحسها سبحان الله بتدّي كده رونق كده لذيذ أوي الصراحة يعني. فمهم جدًا إن إحنا نحافظ على شكلنا على قد ما نقدر. اللبس على قد ما تقدروا يكون مكوي، يكون نضيف، ما ننزلش بحاجة مثلًا مبقعة ونقول مش مشكلة الناس مش هتاخد بالها، لأ الحاجات دي كلها هتتلاحظ جدًا، وبياخدوا بالهم منها جدًا، فمش ألذ حاجة إن إحنا نعمل حاجة زي كده. فبجد كل ما تدّوا لنفسكم اهتمام بنفسكم أكتر، ده هيزود يا جماعة الثقة بالنفس في حتة تانية خالص. بس خدوا بالكم ما يكونش الموضوع موضوع الشكل ظاهري، شكل فينا إحنا علامة من علامات الجمال مثلًا مش عندنا، أو كل المعايير الغريبة اللي بيبدأوا يحطوها دي، مش قصدي كده أبدًا. تعرفوا إن في بنات بيبقوا مهووسين بشكلهم بطريقة يعني مش ألذ حاجة أبدًا، وبيبقى ثقتهم في نفسهم بس من شكلهم، يعني مثلًا مش عارفة شعرها لونه إيه، مش عارفة إيه، بشرتها لونها إيه، بيبقى بجد ده مصدر الثقة الوحيد من نفسهم. بتتعود إن هي ما عندهاش يا عيني مصدر ثقة في نفسها غير الشكل، فالشخصية زيرو حرفيًا، ما فيش أي شخصية، ما فيش أي حاجة لذيذة من جوّه، لأ. فدي حاجة مش لذيذة أبدًا، الشخصية مهمة جدًا، جدًا يا جماعة. حاجة تانية برضه إنِّك تقللي المقارنة، يعني ما تقوليش مثلًا أنا صاحبتي دي أحلى منّي أو صاحبتي دي عندها حاجة أكتر منّي أو لأ،
كل الكلام ده يا جماعة بيقتل الثقة بالنفس بطريقة انتوا مش متخيلينها. ومش لازم صحابكم، ممكن مثلا حاجة من خلال السوشيال ميديا مثلا، يعني انستجرام. احنا عارفين الانستجرام عليه ناس كتير قوي بأشكال معينة، بطريقة معينة. في بنات كتير قوي بتبقى حاسة ان ده الشكل المناسب وده الشكل اللي انا عايزة اوصله، رغم ان ده مش صح ابدا. زي ما قلت لكم من شوية، كل بنت ليها حاجة بتميزها جدا، حتى لو انت مش حاسة بده، بس انت فعلا دوري عليها. ولما ثقتك بنفسك تزيد هترجعي تقولي لنفسي ايه ده، طب ما انا شكلي لذيذ قوي اهو، طب ما انا جامده قوي اهو. فاللي هو ليه كنت عامله في نفسي كده كل الفتره اللي فاتت دي؟ فيا جماعه بجد المقارنه دي هتقتل كل حاجه لذيذه. انتوا ممكن تعملوا حاجه، ممكن تمسحوا السوشيال ميديا، بالذات الانستجرام مثلا او التيك توك، بحيث ان انتوا تقللوا التشتت ده شويه، تقللوا معايير الجمال الغريبه اللي بقت موجوده دلوقتي، وتركزوا مع نفسكم اكتر، وتبداوا تكتبوا عيوبكم ومميزاتكم زي ما قلت لكم، وفعلا تشتغلوا عليها من كل قلبكم. الموضوع هيفرق جدا. ممكن حاجة تانية برضه إنِّك تتعلّمي حاجة جديدة، سواء كورس معيّن عايزة تاخديه، سواء طبخ، عايزة تتعلّمي طبخ مثلًا، عايزة تتعلّمي حاجة في الmontage في الedit في كل ده. هي سهل جدًا دلوقتي إنِّك تتعلّمي كل الكلام ده موجود على النت بكل سهولة، وبجد معلومات قيّمة ومفيدة. ممكن إنِّك تحددي لنفسِك تقولي إن الشهر ده مثلًا أنا قررت إن أنا أتعلّم الmontage، فتبدئي تبحثي وتعملي search وتجيبي فيديوز من برّه تعملي لها edit. فأنتِ بعد شهر هتحسي إن أنتِ اتعلّمتِ حاجة جديدة ما بقتش عندِك، فهتحسي اللي هو إيه ده، الله! حاسة برضا بنسبة كبيرة عن نفسي عن الأول. يعني بجد هتلاقي نفسِك مستوى الثقة من جوّه بدأ يزيد منِّك، طبعًا مش بنسبة كبيرة، مش من أول حاجة اتعلمتيها أو كده، الموضوع بيبقى عايز وقت شوية، بس هتحسي من جواكِ إن أنتِ بقيتِ أهدى، بقيتِ بقى إيه، ما تركزيش أوي على موضوع الثقة بالنفس ده، على قد ما أنتِ مركزة على العادات الجديدة اللي أنتِ عايزة تعمليها، على الحاجات الجديدة اللي أنتِ عايزة تبنيها. الموضوع ده بيفرق جدًا، وبيديكِ يعني طاقة كده إنِّك تكملي لقدام بطريقة مش متخيلاها بجد. ودايمًا، دايمًا برضه زي ما أنتِ بتكتبي مميزاتِك وعيوبِك زي ما قُلنا في الأول، دايمًا اكتبي إنجازاتِك، عشان لمّا تحسي إن في وقت مثلًا جه اللي هو خلاص أنتِ دلوقتي فاقدة الشغف في كل حاجة، في أعلى مرحلة عدم ثقة بالنفس في كل حاجة، تبدئي تفتحي الحاجة اللي أنتِ كتبتِ فيها دي، وتبدئي، عشان ساعات الإنسان كتير بينسى بجد، الذاكرة دي بتسوّح البني آدم أوي. فتبدئي تفتحي وتشوفي اللي هو طب ما أنا عملت ده وعملت ده وعملت ده، طب أنا مالي طيب، أنا لأ بجد أنا تمام أوي وكويسة، أنا بس عايزة أفتكر الحاجات اللي أنا عملتها وأزوّد عليها حاجات تنفعني أكتر لقدّام. وحاجة تانية إنِّك تبعدي عن أي حاجة بتقلل ثقتِك بنفسِك. بعد ما كتبتِ عيوبِك ومميزاتِك في الأول زي ما قُلنا، تبدئي تكتبي كل حاجة بتقلل ثقتِك في نفسِك. ساعات الإنسان كده بيبقى جواه حاجة متأكد منها إن أنا عارف إن ده المصدر عدم ثقتي بنفسي، فبنقعد نتجاهل نفسنا ونقعد نقول لأ مش مشكلة، أنا تقريبًا متهيأ لي، كل الكلام ده. بس بجد يا جماعة بيبقى في كده حاجة سبحان الله معيّنة هي اللي بتبقى مقللة ثقتنا في نفسنا وإحنا مش حاسين. سواء مثلًا إن أنا مش مقتنعة إن أنا شكلي جميل، رغم إن ده غلط بجد، كل البنات شكلها جميل، أنا متأكدة من حاجة زي كده. هو بس الفكرة زي ما قُلت لكم إن ممكن بس عدم الاهتمام شوية ده اللي بيفرق. ممكن مثلًا نكون جروب شغل، أنا شايفة إن هُم دايمًا بيحاولوا يقللوا منّي، فأنا باسكت لهم وباحس اللي هو مش باوقّفهم عند حدّهم، فدي حاجة بتخلّيني مش واثقة في نفسي أكتر. ممكن يكون عندِك صاحبة معيّنة أو مجموعة ناس شايفة إن هُم عايشين حياتهم بطريقة معيّنة أو معاهم حاجات هي مش معاكِ، فده بيبدأ يقلل ثقتِك في نفسِك. وأنا من رأيي يا جماعة إنكم تقطعوا أي حاجة تقلل ثقتِك في نفسكم. ليه بقى؟ عشان بجد ما فيش أي حاجة مستاهلة إن إحنا نفضل نضايق نفسنا، وإن إحنا نقول إحنا مش كفاية، أو إن إحنا نقول إن إحنا لأ، هم أحلى منّي أو هم أحسن منّي أو هم عندهم حاجات مش عندي. ما فيش أي سبب بجد يخلّيكم تفكّروا بالطريقة دي. فلو في جروب صحاب، لو في دايرة شغل، لو في أي صاحبة حتى لو واحدة بتقلل ثقتِك بنفسِك، فأنتِ حرفيًا دلوقتي حالًا بعد الفيديو ده خلاص تلاقي طريقة إن إحنا مش هينفع إن إحنا نبقى مع حد زي كده، أقصد إن هو يقلل ثقتنا في نفسنا. فدايمًا اشكري نفسِك وقدّريها حتى لو حاجة بسيطة أوي، أوي، أوي. عارفة حتى لو إيه، لو أنتِ مثلًا بشرتِك مش مترطبة عشان أنتِ ما بتشربيش مَيّة، أو مثلًا بطنِك وجعاكِ عشان أنتِ ما بتشربيش مَيّة، فأنتِ استمريتِ كل يوم لمدة أسبوع إنِّك تشربي عدد الليترات اللي أنتِ المفروض تشربيه. دي حاجة كبيرة جدًا على فكرة، كون إن أنتِ ما كنتيش عارفة تعمليها في الأول وعملتيها، فدي حاجة بجد كبيرة جدًا. أنا أقصد أقول إن بجد لو حاجة بسيطة جدًا، جدًا من وجهة نظرِك، بس هي حاجة كبيرة أوي في قاموس إنجازاتِك وفي قاموس اللي أنتِ عايزة تحققيه. ففي الآخر ما تخلّيش أبدًا، أبدًا رأي الناس يكون مرجع ليكِ. رأي الناس اللي هم أنتِ عارفة إن هم مش أحسن حاجة، أكيد أنتِ فاهمة قصدي يعني، مش الناس اللي بيحبوكِ بجد. فما تخلّيش رأي الناس إن هو مرجع ليكِ. ما تاخديش ثقتِك بنفسِك من نظرة حد ليكِ، اللي هو مثلًا الشخص ده شايفني إزاي، أو الجروب ده شايفني إزاي، أو مثلًا البنوتة اللي أنا شايفة إن هي أيقونة الثقة بالنفس شايفاني إزاي. لأ، ما تشوفوش ده خالص. كل واحد بيبقى عنده حاجة من جواه مش أحسن حاجة في موضوع الثقة بالنفس ده، خليكِ متأكدة وعارفة كده. بس إحنا كده خلصنا،
وان شاء الله الفيديو ده يساعدكم ان انتوا تبقوا احسن وحاسين بشعور احسن وحاسين كده بفايبس لذيذه وحلوه. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، تكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه اكتر حاجه انتوا حاسين ان هي بتزود ثقتكم في نفسكم وحاجه فعلا عملتوها واثرت معاكم. وبرده ما تنسوش انكم تكتبوا لي ايه الفيديوز اللي عايزينها الفتره الجايه عشان تدوني افكار ان انا اعملها لكم، يكون حاجه مثلا انا مش واخده بالي منها، او يكون موضوع معين فعلا انتوا بقالكم كتير عايزين تدوروا له على حل ومش لاقيين. ان شاء الله مستنيه كل ده منكم وبس. باي باي.